عارف في فرق كبير بين انك تحب الكورة وانك تكون شايف اللي بيحصل في الكواليس. احنا النهاردة مش جايين نحكي عن ماتشات، جايين نفتح دفاتر وغموض. خلينا نقعد كده نتكلم في اللي ما اتقالش في استديوهات التحليل اللي بتنفخ في القربة المقطوعة. بص بقى، حكاية الأرجنتين والفيفا دي حكاية مش بتبطل، ولا مجرد صدفة ولا حظ بتاع بطل. الكلام ده بنقوله للأطفال، يا عم ده ميسي بيلعب وهو اللي هيكسب. الحقيقة دايما بتبقى أسوأ بكتير من اللي بنشوفه. فاكرين ماتش مصر اللي اللحظة الهدف فيها اتلغى؟ وقتها كلنا اتجننا. ازاي؟ ليه؟ الفار كان فين؟ ليه الحكم أصلا ما بصش للزاوية اللي بيدين الأرجنتين وبص لناحية مصر بس؟ الموضوع أكبر من حكم. الموضوع بدأ من خطة الفيفا يا جماعة، مش مؤسسة خيرية بتنشر السلام والمحبة. دي فيفا شركة ترفيه عملاقة، المنتج اللي بيبيعه هو قصص الأبطال، لعب كورة، حاجات للتسلية، يعني ناكل لب والفشار واحنا بنتفرج. مين بقى أحسن بطل في التوقيت ده غير ميسي؟ ميسي هو الجوهرة اللي الفيفا محتاجة تلمها عشان تختم بيها عصر كامل من تاريخ الكورة. وادي الناس بتتفرج على ميسي اللي بيلعب. زود يا ابني السوداني واللب هنا، عايزين نتفرج شوية. تخيلوا معايا ميسي يعتزل ومعاه كاس العالم. ده مش مجرد إنجاز رياضي، ده سيناريو هوليودي بيضمن للفيفا مليارات من عقود الرعاية، حقوق البث، ترندات السوشيال ميديا اللي مش هتخلص. الأرجنتين بالنسبة للفيفا هي الحصان الرابح اللي ما ينفعش يقع، حتى لو اضطروا يكسروا قواعد اللعبة كلها عشان يفضلوا واقفين. احنا مش بنقول ان الأرجنتين وحشة، لا والعياذ بالله، ده ميسي لعيب تاريخي، ده بيرقص شوية لعيبة ويدخل الجون في ثواني، متعرفش بيعملها ازاي. بس السؤال اللي يضايق بقى، هل اللعبة كانت نظيفة؟ يعني لما نشوف قرارات التحكيم اللي بتحمي الأرجنتين في كل دقيقة، تبقى دقيقة ايه صعبة، يعني الأرجنتين هتضيع فيها. ونشوف ازاي الفيفا تطنش تجاوزات من لعيبة التانجو. ونشوف بقى مدير الفيفا هيعمل ايه وهو بيتعامل مع الأرجنتين كأنها العيل المدلع. وقتها بقى نسأل نفسنا، هو احنا بنتفرج على رياضة ولا بنتفرج على مسلسل كوري ونهايته مكتوبة قبل ما يبدأوها؟ والله يا جماعة أنا قعدت أحسبها بالورقة والقلم، كل ما الأرجنتين تتزنق نلاقي غلطة تحكيمية تطلعهم من عنق الزجاجة. صدفة وممكن صدفتين نمشيها وماله. بس الموضوع بقى نمط كامل من القرارات. لا لا لا، ده اسمه توجيه مسار. الفيفا محتاجة نهاية أسطورية عشان البطولة الجاية تتباع بضعف الثمن، والنهائي ده هو البيزنس الحقيقي. بقى لما يكون بقى النهائي ما بين الأرجنتين وفرنسا، كام كاميرا وكام واحد هيصور، جرايد، تلفزيونات، حقوق بس، رعاية وإعلانات ملهاش آخر، وكله بيصب في جيب الفيفا. يا عم دينا بنتفرج على اللي بيلعب كورة، ده ميسي. المصيبة الكبيرة بقى مش في اللي فات، المصيبة في اللي جاي، ماتش انجلترا. انتوا متخيلين حجم الضغط اللي على الفيفا عشان الأرجنتين توصل للنهائي؟ الحكام دلوقتي في مهمة انتحارية، لو صفروا لصالح الأرجنتين هيتفتحوا أكتر، ولو صفروا ضدها هيبوظوا السيناريو اللي مرسوم. متخيلين وضع الحكم ده؟ أنا لو مكانه أبيع الماتش واعتزل بعد البطولة وأعيش في جزيرة لوحدي. في كواليس بتقول إن في اجتماعات سرية بتتم قبل الماتشات الكبيرة، مش عشان نحدد مين الحكم، لأ، عشان نحدد مين اللي لازم يكسب عشان البيزنس يكمل. أنا عارفة الكلام ده ممكن يضايق عشاق ميسي، أنا هنا مش عشان أرضي حد، أنا عشان أقول الحقيقة اللي بتحصل تحت رجلين اللعيبة. الموضوع لسه مخلصش، احنا بنسخن. تعالوا أقول لكم على السيناريو اللي بيتحضر لماتش النهائي. هعرفكم ازاي الفيفا بتخطط إنها تخرج إنجلترا من المولد بلا حمص عشان يفرشوا الأرض بالورد الميسي. خليكوا كده وهنقول لكم الحكاية. كنا بنقول ايه؟ سيناريو النهائي. خلونا ندخل في المسكوت عنه. بصوا، انا مش جايه اقول لكم ان الفيفا معاها ريموت كنترول بتدوس عليه،
الكرة بتدخل الجون. لا، دي تبقى مبالغة ساذجة وابقى أنا كده بقول كلام غريب. لكن في توجيه في الكورة عامل زي السم في العسل. وانتوا عارفين ان الكرة اليومين دول بقت شغالة بالذكاء الاصطناعي عشان يبقى فيها حساسات تعرفك مين الغلط ومين الصح. مستحيل نثبت ده قانونيا، بس أثره بيبان في النتيجة النهائية. الفيفا ذكية بتلعب على وتر العواطف. هم عارفين ان الناس مش عايزة تشوف انجلترا تمسك الكاس ولا اسبانيا بتبني هجمة ب100 تمريرة. الناس عايزة تشوف ميسي وهو بيشيل الكاس، صورة الأسطورة اللي اكتملت بتتصدر أغلفة الجرايد في كل حتة في العالم، صورة تتباع بمليارات الجنيهات ولا الدولارات. أقولك، هسألك سؤال، هو ده اللي بيحصل؟ طب تعالوا نشوف كده ماتش انجلترا والأرجنتين ونقراه كده من بعيد. الحكم اللي هيتم اختياره للماتش ده مش هيكون أي حد، ده هيكون حكم دبلوماسي، حكم بيعرف إمتى يطلع الكارت الأصفر وإمتى يغمض عينه على لمسة إيد وإمتى يحسب فاول وهمي يكسر بيه رتم المنتخب الإنجليزي، ولا يمكن يديلهم ضربة جزاء زي ما حصل مع مصر. الحكم ده هو الجوكر في سيناريو الفيفا، داخل وعارف هيعمل إيه كويس. تخيلوا بقى لو الأرجنتين دخلت الماتش ولقوا الحكم بيصفر على كل نفس هيعملوا الإنجليز. ده مش تحيز، لا ده تأديب. الضغط النفسي اللي بيتحط على لعيبة انجلترا، احساسهم ان الماتش مش في ايديهم، بيخليهم يرتكبوا اخطاء عبيطة قوي. وده اللي الفيفا بتتمناه عشان في الاخر يطلع واحد ويقول شوفوا انجلترا كانت ضعيفة ازاي وبتعمل غلطات، الغلط في انجلترا يا جدع، زي ما حصل مع المغرب وقالوا الكلام ده. بص المغرب ده ما مسكوش كرة يا عم، ما بيلعبوش اصلا. يا جماعة السيناريو جاهز، النهائي اتكتب في اوض مقفولة، ميسي هيشيل الكاس، الفرح بقى اللي بتاع الفيفا وهو بيسلم عليه كأنه ابنه، الناس بتصرخ في المدرجات. ده بقى المشهد الختامي اللي الفيفا عايزاه عشان تسوق البطولة الجاية. احنا يا جماعة مجرد كومبارس بنتفرج على فيلم، المنتج هو اللي بيحدد النهاية، احنا علينا بس نقزقز لب ونتفرج عليه ونسقف. طب وايه اللي هيحصل لو الخطة باظت؟ لو انجلترا بقى لعبت ماتش عمرها وكسرت السيناريو؟ وقتها الفيفا عندها خطة به، هتمد الوقت، ركلات جزاء مثيرة للجدل، أو حتى لقطة فار تاريخية زي اللي حصلت مع مصر تقلب الموازين. الفيفا مستحيل تخلي المونديال يخرج عن الرواية اللي هم كتبوها، أيا بقى كانت مين الرواية. بصوا أنا عارفة إن الكلام ده ممكن يبان مجنون أو نظريات مؤامرة أو أنا بقول كلام وخلاص. فكروا فيها، ليه في كل بطولة بيبقى فيه منتخب متبارك من فيفا؟ ليه دايما القرارات بتصب في مصلحة الترند؟ الكورة بقت بيزنس أكتر منها رياضة. البيزنس يا جماعة مش بيحب المفاجآت، البيزنس بيحب الحاجة المضمونة. يعني ميسي ده لعيب ولا هيمسك الكاس ويرفع كاس العالم؟ تعالوا كده نفكر في الموضوع. لما حصل ماتش مصر والأرجنتين الموضوع طلع ترند، العالم بيتكلم عن مصر اللي اتظلمت والأخطاء التحكيمية، وناس تقول لك لأ ما كانش فيه أخطاء، وناس تقول لك لأ ده مصر اتظلمت، ويقول لك لأ ده مصر اتشتت انتباهها 18 دقايق الأخرانيين وهو ده اللي خلى 3 جوان يخشوا ورا بعض تك تك تك. سيبك من ده كله، تعالى وانا اقولك على حكاية تانية. هو ده مش كله بيجيب فلوس؟ هما مش بيخشوا يتفرجوا على الماتش تاني ويشوفوا ايه اللي حصل والغلطات ايه ويبتدوا يحللوها؟ ما كله بفلوسه. الموضوع بيزنس مش لعب كورة. انا عايزاكم بس الماتش الجاي مش بس تتفرجوا على الكورة، تتفرجوا على الحكم، بصوا على حركته، شوفوه هو بيميل لمين في القرارات الصغيرة اللي في نص الملعب، دي اللي هتحدد اتجاه الماتش. لو شفتوا النمط اللي احنا اتكلمنا عليه اكتبولي في التعليقات، انا عايزة اشوف تعليقاتكم. عايزين نعمل قاعدة بيانات كده لكل اللخبطة ونقول الخرافات التحكيمية اللي هتحصل عشان نثبت للعالم ان احنا مش مغيبين. في الاخر سواء السيناريو ده حقيقي او احنا بس بنحاول نفهم اللي بيحصل، اللي اكيد اللي بنشوفه قدامنا مسرحية محبوكة بذكاء. الفيفا ناوية ان في حد هو اللي يشيل كاس العالم، والسيناريو بيتطبخ بالطريقة دي علشان يترفع كاس العالم في ايد حد الفيفا هي اللي طالباه.
بس اتفرجوا بعين مفتوحة. لو الأرجنتين كسبت افتكروا كلامي ده كويس، واسألوا نفسكم هل ده كان فوز كورة ولا شغل بيزنس فلوس. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك على الحلقة وتشيروها. الحلقة الجاية هعمل لكم بقى حكاية جامدة قوي. استنوني واشتركوا في القناة، وياريت كمان تكتبوا لنا تعليق وتقولوا لنا ايه رأيكم. انتوا متوقعين يحصل ايه؟ هل الأرجنتين هي اللي هتشيل الكاس، ولا الموضوع هيضرب كرسي في الكلوب ويطلع واحد تاني، ويمكن فرنسا ولا انجلترا؟ الله اعلم، محدش عارف، يمكن اسبانيا. المفاجآت كتير، واللي مش هتتوقعوه هيطلع ترند، واتفرج على اللي هيحصل. اسيبكم في امان الله، السلام عليكم.